سادتي وسيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. تنفيذ مشاريع لتوفير المياه في الإقليم الجنوبي خلال السنوات الخمس الماضية. جهود لضمان الاستفادة من الخدمات الاجتماعية في مديرية غوني. تنفيذ مشاريع ناجحة في مديرية دباروا بمشاركة واسعة للمواطنين. وزير الداخلية الروسي يزور كوبا وسط تصعيد أمريكي. سيول تتهم كوريا الشمالية بإنتاج ما يصل إلى 20 سلاحا نوويا كل عام. مسؤولة كندية تلتقي رئيسة المكسيك في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات. السلام عليكم ورحمة الله. تم تنفيذ 41 مشروعا لتوفير مياه شرب نظيفة خلال السنوات الخمس الماضية بتكلفة بلغت 84 مليون نقفة بالإقليم الجنوبي. وبحسب ما أشار إليه مسؤول فرع المياه بالإقليم الجنوبي السيد كبرون بسكنة، يشمل المشروع الذي نفذ بالتعاون بين الشعب والحكومة خلال الفترة من 2021 إلى 2025 258 كيلووات من الطاقة الشمسية و116 محطة للتوزيع و48 حوض للضخ و90 كيلومترا من الأنابيب. وأوضح أن الحكومة غطت 60% من التكلفة، بينما غطت الشركات النسبة المتبقية. وأضاف السيد كبروم أنه تم إصلاح أكثر من 200 مشروع متضرر بالتزامن مع أعمال الإنشاء، كما تم تدريب المستفيدين من القرى لضمان استدامة المشاريع المتكاملة. وأشار إلى أن السدود التي يجري إنشاؤها في مناطق مختلفة تسهم بشكل كبير في تأمين مصادر المياه الجوفية. في الإقليم الجنوبي 50% من مشاريع إمدادات المياه تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية، و23% تعمل بالمضخات اليدوية، و5% تعمل بالمضخات الآلية. تم توجيه دعوة في اجتماع عقد يوم أمس 20 من يناير لتعزيز دور الإداريين لضمان الاستفادة لسكان القرى من الخدمات الاجتماعية المتوفرة في مديرية غوني. وأوضح المدير التنفيذي للمديرية السيد يماني محاري أنه تم جمع حوالي 1.5 مليون نقفة من ضرائب الثروة الحيوانية والزراعة الريفية، مضيفا أن هذا أمر مشجع نتيجة لوعي المواطنين المتزايد. وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في خدمات رياض الأطفال، ذكر إن 15 روضة أطفال نشطة تعمل في المديرية، ويتلقى ما مجموعه 1053 طفلا الخدمات. وأضاف إن الحكومة والمجتمع قدما دعم لأسر الشهداء والأيتام والطلاب من الأسر المحتاجة والمواطنين ذوي الإعاقات الذهنية وتخلف النمو، وتم إعادة تأهيل 134 أسرة بالماشية. وأشار إلى أنه سيتم بذل جهود مكثفة لمنع ومكافحة إزالة الغابات وحرائق الغابات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية. اقترح المشاركون في الختام زيادة دعم المهنيين لزيادة الإنتاج الزراعي وتصحيح الفجوة في تحصيل ضرائب الثروة الحيوانية والزراعة الريفية. أعلن خلال المناقشة التي عقدت يوم أمس 20 من يناير أنه تم تنفيذ برامج تنمية وبنية تحتية فعالة في مديرية دباروا بمشاركة واسعة من المجتمع والمؤسسات الحكومية. وأشار مدير المديرية السيد فرونجيل تخلايمانوت إلى أنه تم الحصول على نتائج جيدة في التدريبات التي نظمت حول زراعة بذور البطاطس والذرة المختارة، بالإضافة إلى تربية الدواجن البلدي والنحل بحلول عام 2025. كما نفذت برامج ناجحة ضمن أنشطة الحفاظ على المياه والتربة وإنشاء القنوات الحوضية على مستوى إدارات الضواحي، مضيفا أنه يجري تنفيذ أعمال صيانة مكثفة للآبار في إدارات ضواحي كساد دارو وعدي قتخولة وأمادر ودق صنعاء. كما استعرض الاجتماع وناقش التقارير الإحصائية المتعلقة بخدمات التعليم والصحة، بالإضافة إلى برامج دعم أسر الشهداء وتقديم المساعدة للمحتاجين.
نظم فرع التعليم بإقليم جنوب البحر الأحمر سيمينارا حول التعليم والإدارة لمدراء المدارس ومدراء المديريات والوحدات. وذكر مسؤول الفرع الأستاذ فسحية كيداني أن الهدف من السيمينار الذي عقد في 18 من يناير الجاري هو رفع مستوى وعي المعلمين والانخراط في عمل جاد بشأن أنشطة التعليم والتعلم وأسس الرقابة التعليمية وأساليب إدارة الطلاب وتقييمهم. وأوضح أن نظام التعليم الإريتري يتمحور حول الطالب ويتسم بالمشاركة، وأن دور المعلمين ومساهمتهم في إنتاج طلاب واثقين من أنفسهم ومستكشفين أمر بالغ الأهمية. وذكر الأستاذ فسحية في الختام أن التحسن بالمؤهلات التعليمية انعكس في نتائج الطلاب في الامتحانات الوطنية، وحث على التكامل من أجل إحراز نتائج أفضل. وحث المشاركون بدورهم لإيجاد حلول لنقص اللوازم الدراسية وصيانة مباني المدارس المتهالكة، وعلى النظر بجدية في الوقت الذي يتم هدره في بداية العام الدراسي وتصحيحه، وعلى تنظيم دورات تدريبية للمعلمين بشكل مستمر. ارتقى مستوى مشاركة الإناث وإنجازاتها في المدرسة إلى مستوى أفضل في ضاحية العيتن التابعة لمديرية جندع. وأفاد مدير مدرسة العيتن الابتدائية والمتوسطة الأستاذ إبراهيم أحمد دين إن نسبة مشاركة الإناث في جميع المراحل الدراسية تبلغ 50%. وأضاف أنه تم بناء مبنى جديد يضم 4 فصول دراسية إضافية ويشارك فيه 125 طالبا، من بينهم 42% من الطالبات في خدمات ما قبل التعليم النظامي. وأشار إلى أن التحديثات التي جرت في المدارس قد تم تنفيذها بمشاركة المجتمع للقضاء على التحديات في عملية التدريس والتعلم. وذكر أن مبادرة التحفيز التي اتخذها فرع التعليم في الإقليم لزيادة مشاركة الإناث وتحصيلها في المدارس الثانوية قد أسفرت عن نتائج مرضية. مدرسة العيتن التي بدأت عملها بتسجيل 150 طالبا في العام الدراسي 1992-1993 تقدم خدمات التعليم ل 955 طالبا هذا العام وفقا لوثائقها. بعد الفاصل سيداتي وسادتي يعود بالأخبار الخارجية. بدأ وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف زيارة لكوبا، حيث يعقد اجتماعات ثنائية وفق ما أعلنت السفارة الروسية في هافانا. وجدد كولوكولتسيف في حديث لقناة روسيا الأولى الحكومية من مطار العاصمة الكوبية موقف موسكو من العملية العسكرية التي شنتها القوات الأمريكية مطلع يناير في كاراكاس، وأسفرت عن توقيف الرئيس نيكولاس مادورو. وتأتي زيارة الوزير الروسي في وقت صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لكوبا بعد العملية العسكرية في فنزويلا. وخلال هذه العملية قتل 32 جنديا كوبيا بعضهم من عناصر الحرس الأمني لمادورو. ونفى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل صحة ما أعلنه ترامب بشأن وجود محادثات جارية بين كوبا والولايات المتحدة. اتهم الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ كوريا الشمالية بإنتاج مواد نووية كل عام تكفي لصناعة ما يصل إلى 20 سلاحا نوويا. وقال لي في مؤتمر صحفي بمناسبة لا يزال إلى الآن يتم إنتاج مواد نووية كافية لصناعة من 10 إلى 20 سلاحا نوويا في العام. ولفت الرئيس الكوري الجنوبي لأنه في الوقت نفسه تواصل كوريا الشمالية تطوير صواريخها البالستية بعيدة المدى التي تهدف للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة. ومنذ توليه منصبه في يونيو سعى لي إلى الحوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة في تحول جذري عن النهج المتشدد الذي انتهجه سلفه. التقت الحاكمة العامة الكندية ماري سيمون بالرئيسة كلوديا شيمباوم في مكسيكو سيتي خلال زيارة رسمية وسط توترات بشأن تجديد اتفاقية التجارة الثلاثية لأمريكا الشمالية. تهدف زيارة سيمون إلى تعزيز العلاقات بين المكسيك وكندا، وذلك في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء مارك كارني في سبتمبر الماضي. وناقش المسؤولان القضايا البيئية والعلاقات الطيبة بين البلدين حسب ما ذكرت شيمباوم.
وتعد كندا والمكسيك طرفا في اتفاقية التجارة الثلاثية إلى جانب الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تراجع من قبل الأطراف بحلول الأول من يوليو. لقي 4 أشخاص حتفهم في تونس بسبب أمطار قياسية تسببت بفيضانات وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها في 15 ولاية والعاصمة. وقد وصف مسؤول الوضع بأنه صعب جدا في بعض الولايات. وقال مدير التوقعات في المعهد الوطني للرصد الجوي أن تلك المناطق لم تسجل كميات مماثلة منذ عام 1950. وأشار المتحدث باسم الحماية المدنية إلى سقوط 4 قتلى في مدينة المكنين التابعة لولاية المونستير. ولم تتوقف الأمطار الغزيرة تقريبا منذ الاثنين في العاصمة تونس ومناطق أخرى في الوسط الشرقي، وتضررت حركة النقل العام والخاص بشدة، بل توقفت في بعض المناطق. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تنفيذ مشاريع لتوفير المياه في الإقليم الجنوبي خلال السنوات ال5 الماضية. جهود لضمان الاستفادة من الخدمات الاجتماعية في مديرية غونيه. تنفيذ مشاريع ناجحة في مديرية باروا بمشاركة واسعة للمواطنين. وزير الداخلية الروسي يزور كوبا وسط تصعيد أمريكي. سيول تتهم كوريا الشمالية بإنتاج ما يصل إلى 20 سلاحا نوويا كل عام. ومسؤولة كندية تلتقي رئيسة المكسيك في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.